هي دي أخلاقنا، بنبوس إيدين بعض، بنبوس راس بعض. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لو أذن لي هأقبل قدمه، مش هقبل إيده، أقبل قدمه، إكراما لوالده أولا، وإكراما لشخصه ولعلمه ثانيا. اتفقنا أو اختلفنا في أشياء، لكن هذه مكانة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل عندي. هو يقبل إيدي، أنا أقبل إيده، إحنا كده بنحب بعض. أنتوا طبعا ما تعرفش قيمة الحب. الناس اللي بيتكلموا في المعاني دي واللي بينتقدوا هذه الصورة دول يعني نعذرهم بجهلهم، ما يعرفوش يعني إيه حب في الله، ما يعرفوش يعني إيه قيمة العلم، ما يعرفوش إن أنا بقبل إيده لفضله وفضل والده وللعلم الذي عنده، وهو يقبل يدي للعلم الذي عندي، ليس لأشخاصنا ولا لذواتنا. أما الآخرين اللي بيشبهوا بالصورة واللي قلت إن لساني يعني مش قادر ينطق أسمائهم، دول بيقبلوا إيدين بعض للبغض في الله، للحقد اللي بينهم وبين بعضيهم. بيقبلوا إيدين بعض وهم بيلعنوا بعض، وهم حرامية ولصوص وفساد وفساق. اللي بيعلقوا على صورة الشيخ حازم وبيظنوا ان ده بينتقص من قدره ولا من قيمته، بقول ما يعرفوش قيمة الحب ولا قيمة المودة اللي بيننا وبين بعضينا، اللي بين كل طلبة العلم، مهما اختلفنا ومهما انتقدنا بعض ومهما خالفنا بعض، إلا إن الحب في قلوبنا يوسع ويساعد الدنيا دي كلها. لما هيعرفوا قيمة الحب ده هيعرفوا يعني إيه صفوت حجازي يبوس إيد حازم ولا حازم يبوس إيد صفوت. واشمعنى ما نشروش الصورة اللي صفوت بيبوس فيها إيد حازم؟ لأنهم عارفين إن حازم هيترشح. طب إيه رأيكم بقى بالعندي فيكم أنا ممكن أترشح عشان أغيظكم بقى؟ إيه رأيكم؟ ساعتها أول ما أقول هترشح هيطلعوا الصورة بتاعة الشيخ حازم وأنا ببوس إيده. موتوا بغيظكم. أهلا.